وانا قاعد مع معادي على القهوه قال لي انا هشتري شهاده بكره. قلت له لحظه واحده يا عم معادي، قبل ما تفكر تشتري اي شهاده بنكيه تاني او تجدد شهادتك القديمه اسمعني كويس جدا جدا. ليه؟ في غلطه واحده بس ممكن تكلفك يعني ايه فلوس كتير جدا جدا، او نقدر نقول الاف الجنيهات زي ما بيقولوا، والغلطه دي انت بتعملها من غير ما تحس. قرار زي ده ممكن يكسبك كتير جدا او يخسرك اكتر لو انت ما عملتوش صح. الفيديو ده انا مش هقول لك تشتري شهاده ايه، لا انا هكشف لك عن 3 فخاخ خفيه البنوك ما بتكلمكش عليهم كتير، وهدي لك الخلاصه والاستراتيجيه اللي تخليك تاخد القرار الصح بنفسك وتضمن اعلى عائد ممكن. خليك معايا في الفيديو عشان دي ايه الطريقه اللي انا هقولها لك دي هتغير طريقه تفكيرك في فلوسك اللي في البنك. يلا هات كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا مع بعض بعد الفاصل. عاملين ايه؟ الاول برحب بيكم في برنامج قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد العسال مقدم البرنامج. فلو اول مره تشوفنا اشترك في القناه وشغل الجرس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الموضوع. كلنا بنمر بنفس الحيره دي، فجاه تسمع عن شهاده جديده نزلت بعائد تاريخي واصحابك كلهم يتكلموا عنها، وممكن موظف البنك نفسه يكلمك لو انت راجل طبعا كبار عملاء، يقول لك ايه؟ يقول لك يلا ايه اعمل الشهاده دي. وفي نفس الوقت بتفتح الاخبار تلاقي كلام عن التضخم وقيمه فلوسك اللي هي ايه بتقل، بالذات وهي مركونه او مش بتاخد عليها اي عائد، فبتحس ان انت لازم ايه تتصرف بسرعه. وهنا بتبدا الاسئله اللي ملهاش اخر، اختار الشهاده دي ولا دي؟ اربط فلوسي سنه ولا 3 سنين؟ طب اخد العائد كل شهر ولا في اخر المده؟ وايه الفرق اصلا ما بين العائد الثابت والمتغير؟ اسئله كتير جدا بتخلي القرار بتاعك ايه يعتبر فيه تردد، والخوف ان انت تاخد اي قرار غلط، وبيخليك يا اما تتسرع وتشتري اي حاجه وخلاص، او تسيب فلوسك زي ما هي في الحساب. وفي الحالتين انت بتكون ايه هنا بتخسر. المشكله ان معظمنا عينه بتروح على الرقم الكبير اللي البنك ايه بيعلنه خلاص، شهاده بعائد 27%. العنوان ده لوحده يعني كفيل يخليك تجري ورا البنك، لكن الحقيقه ان ورا الرقم ده تفاصيل صغيره هي اللي ممكن بتفرق بين المكسب الحقيقي والخساره. مهمه الفيديو ده ان هو يدي لك العدسه المكبره اللي هي تخليك تشوف التفاصيل دي بوضوح. وعشان تختار الشهاده اللي تكسبك بجد، الموضوع مش مجرد مقارنه ارقام، دي استراتيجيه كامله انا لخصتها لك في 5 خطوات عمليه، لو مشيت عليهم هضمن لك ان انت تاخد احسن قرار ممكن. الاستراتيجيه الاولى هنا وهي المقارنه الذكيه. بص، ابعد عن الرقم، لان هنا دي اول غلطه انت بتقنع بيها نفسك، وهي الانبهار بالرقم الاعلى. لما بنك بيعلن عن شهاده بعائد مثلا 23% وبنك تاني عنده شهاده ب 19، طبيعي ان انت عينك هتروح على الشهاده ال 23%. بس المقارنه الحقيقيه هنا اعقد من كده. ليه؟ لازم تسال نفسك الاول كام سؤال. العائد ده بيجي لك امتى؟ هل العائد ده شهري ولا ربع سنوي ولا سنوي؟ العائد الشهري بيدي لك سيوله في ايدك، لكن غالبا بيكون اقل من العائد السنوي. وعشان تقارن صح، قارن بين شهادتين ليهم نفس دوريه صرف العائد، لان هنا العائد هنا ثابت ولا متغير ولا متناقص. الثابت ده اللي هو بتاع الامان، لو اشتريت شهاده بعائد 19% مثلا ثابت، هتفضل تاخد النسبه دي طول مده الشهاده اللي هي 3 سنين مثلا، حتى لو البنك المركزي المصري نزل الفايده. ده اختيار ممتاز لو متوقع ان الفايده هتنزل، وده طبعا ايه متوقع. طيب المتغير او العائد المتغير ده بيكون مربوط بسعر معين في البنك المركزي، لو الفايده في البلد زادت العائد بتاعك هيزيد، ولو قلت العائد بتاعك هيقل. وده عشان كده نلاقي ناس كانت رابطه شهادتها على مثلا 25% و27% ووصلت ل 12%. ونيجي بقى للنوع اللي هو الثالث معانا، وهو النوع متدرج، وده ايه اكتر نوع خادع. البنك ممكن يعلن عن عائد ضخم جدا زي 27%، ودي موجوده، بس لما تسال الاسئله النسبه دي هتفضل على طول يقول لك لا النسبه دي اول سنه بس، وبعدين تنزل ل 22% في السنه الثانيه، وبعد كده 17% في السنه الثالثه. فلازم تحسبها كويس وتشوف هل التركيبه دي مناسبه ليك ولا لا. الاستراتيجيه الثانيه معانا وهي قبل ما تحط جنيه واحد اسال نفسك سؤال واضح جدا، انا محتاج ايه اصلا من الفلوس دي؟ اجابتك هي اللي هتحدد نوع الشهاده. لو انت على المعاش او محتاج مبلغ شهري يغطي مصاريفك، يبقى طريقك هو الشهاده اللي بتدي عائد شهري، ودي بتدي لك فلوس ثابته في ايدك كل شهر، لكن مش محتاج الفلوس دي دلوقتي، وهدفك انها ايه تكبر عشان تشتري شقه او عربيه او تجهز لتعليم اولادك. وهنا نلاقي ان الشهاده اللي هي بتصرف العائد في نهايه المده التراكميه ممكن تكون اختيار الامثل ليك. الفايده من النوع دوت بتكون اعلى، ولان الفايده بتنزل على اصل المبلغ فلوسك بتكبر بشكل اسرع. الهدف هنا هو البوصله بتاعتك، لان من غيرها هتفضل تايه بين العروض اللي موجوده. الاستراتيجيه الثالثه وهي مده الشهاده، وده ايه عامل الحسم. ليه؟ لأن طول ما مدة الشهادة طالت غالبا بيكون العائد أعلى، لكن هنا لازم توازن ما بين العائد الحلو وما بين احتياجاتك لفلوسك. الشهادات اللي هي إيه؟ اللي هي قصيرة الأجل اللي هي تعتبر سنة مثلا، أو أذون الخزان اللي هي تعتبر سنة، دي مناسبة لو أنت مش متأكد من ظروفك أو متوقع إن أسعار الفايدة هتزيد قريب، آخر مش عايز تحبس فلوسك بعائد قليل. الشهادات طويله الاجل اللي هي 3 سنين او 5 سنين دي بتديك عائد اعلى واستقرار، ودي مناسبه جدا لو انت متاكد ان انت مش محتاج المبلغ ده خلال الفتره الجايه، وهدفك تثبيت العائد لفتره طويله، خصوصا لو كل التوقعات بتقول ايه ان الفايده ممكن تنزل
في المستقبل. نصيحه مهمه جدا ليك، لو معاك مبلغ كبير بلاش تحط كله في شهاده واحده طويله الاجل. وده بياخدنا الاستراتيجيه الرابعه، وهي ايه؟ وزع المخاطر، او ما تخليش البيت كله في سله واحده. ودي واحده من اهم الحركات اللي المستثمر الشاطر بيعملها. بدل ما تحط كل فلوس مدخراتك في شهاده واحده، الاذكى ان انت ايه؟ توزعها. طب ايه فايده بقى الحركه ديت؟ كلمه الحسم، السيوله. عارف اللي هو المثل البلدي يقول لك ايه؟ القرش صياد. يعني لو اتزنقت في فلوس بعد سنه، تقدر تاخد فلوس شهاده السنه دي من غير ما ايه؟ ما تضطر تكسر الشهاده الطويله وتدفع ايه؟ غرامه كبيره. الحاجه الثانيه وهي اقتناص الفرص. يعني انت بعد سنه لما شهادتك تخلص هتقدر تقيم السوق من جديد. لو الفايده زادت هتاخد فلوسك، ولو قلت هتبقى فرحان ان انت ايه؟ لحقت جزء من فلوسك في شهاده طويله بعائد عالي. التوزيع ده بيديك توازن مثالي ما بين الامان والسيوله والاستفاده من فرص السوق. لو الشرح ده واضح ومفيد ليك، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجه المعلومه دي، وممكن يكون ايه؟ كانت هتاخد قرار غلط، بس بمشاهدتها الفيديو ده تقدر تفهم الدنيا شويه. نيجي بقى للاستراتيجيه الخامسه، ودي ايه؟ الاخيره. شغل فلوسك عشان تجيب فلوس، وهي اللي بتفرق ما بين شخص العادي والمستثمر الذكي. لما يجي لك العائد الشهري، اوعى تسيبه مركون في الحساب الجاري، قيمته تقل مع الوقت، لازم تشغله هو كمان. لو العائد مبلغ صغير ممكن تحطه في حساب جاري بعائد يومي، واتكلمنا في فيديو عن البنوك اللي عندها النوع ده، وقلنا ايه اعلى عائد كمان. هتشوف ايه؟ هسيب لك اللينك في اول تعليق وهتلاقيه طالع فوق هنا. وممكن تحطها برده في صناديق استثمار، ودي مخاطرها يعتبر ايه؟ شبه معدومه او قليله. وممكن تحطها في صناديق استثمار فيها مخاطره اللي هي بتستثمر في البورصه. الفكره هنا ان انت تخلق تاثير كره الثلج، وده مهم جدا. كل جنيه يجي لك من ارباح ترجع تشغله تاني عشان هو كمان هيجيب ارباح. ودي هي قوه العائد المركب الحقيقيه، وهي اللي بتبني الثروات على المدى الطويل. طيب ايه الفخاخ بقى الخفيه اللي هي لازم تهرب منها؟ ركز بقى معايا هنا في الجزء المهم. الفخ الاول هو غرامه الايه؟ الكسر. كلنا بنقول انا مش هحتاج الفلوس دي، لكن محدش ضامن الظروف. ممكن تحصل حاجه طارئه تجبرك تكسر الشهاده دي قبل ميعادها. كل البنوك تقريبا بتسمح لك ان انت تكسر الشهاده بعد 6 شهور، لكن المقابل بيكون ايه؟ غرامه يعني وحشه. عم عادل قام سالني طب ايه الحل في الموضوع دوت؟ بص يا عم عادل، قبل ما تمضي على اي شهاده اسال الاول الموظف سؤال مباشر. لو انا جيت اكسر الشهاده دي بعد سنه مثلا، هخسر كام؟ اتفرج على جدول استرداد. معرفتك بالرقم ده هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تربط. الفخ التاني هو لعنة التجديد التلقائي. معظم الشهادات وخصوصا في البنوك الكبيرة بيكون فيها بند صغير كده بيقول لك ايه؟ ان الشهادة تجدد تلقائيا عند تاريخ الاستحقاق بالسعر اللي هو ايه؟ السائد وقتها، الا لو انت طلبت غير كده. طب ايه المشكلة؟ تخيل انت اشتريت شهادة بعائد مميز 27%، بعد 3 سنين الشهادة خلصت وانت نسيت او انشغلت، البنك هيجددها لك تلقائي لمدة 3 سنين كمان، بس بسعر الفايدة بتاع اليوم دوت، واللي ممكن يكون نزل ل 12% مثلا، ودي حصلت قبل كده. وهنا هتكون حبست فلوسك لمده 3 سنين كمان في شهاده بعائد ضعيف، وضيعت على نفسك فرصه انك تدور على ايه؟ استثمار احسن. طب الحل هنا ايه؟ قبل ما مده الشهاده تنتهي بشهر مثلا، حط تنبيه على موبايلك كده عشان لو اتجددت تكسرها من غير عموله. وكمان لو ما كنتش انت جددت تلقائي او متجدده تلقائي هتفضل سايبها من غير فايده. فهنا التحكم لازم يفضل في ايدك انت مش في ايد البنك. الفخ الثالث وهو التضخم، وده اكبر فخ نفسي انت بتقع فيه. البنك بيديلك فايده مثلا 19%، فتحس انت كسبان 19%، لكن دي اصلا بتبقى ايه؟ كسبه كبيره. ليه؟ لان هنا المكسب الحقيقي مش 19%، المكسب الحقيقي ان انت بتخصم 19% من ايه؟ معدل التضخم المعلن. وهنا التضخم معناه ايه؟ هو معدل زياده الاسعار كل سنه. فلو التضخم في البلد 13%، ده معناه ان الحاجه اللي كانت ب 100 جنيه السنه الجايه هتبقى ب 113. فهنا المكسب الحقيقي عائد الشهاده ناقص معدل التضخم. فلازم دايما تبقى انت واعي لمعدلات التضخم. شهاده الادخار هي اداه ممتازه جدا عشان تحافظ على قيمه فلوسك من التاكل السريع، لكن هي مش بالضروره تكون اداه لصناعه ايه؟ الثروه. عشان كده من الذكاء ان انت توزع استثماراتك ما بين شهادات امنه وما بين اصول تانية ممكن تحميك من التضخم على المدى الطويل. طبعا الاصول دي زي ايه؟ زي الذهب او صناديق الاستثمار في الاسهم، وده طبعا لو انت عندك قابليه للمخاطره. من الاخر كده الخلاصه في كام نقطه بسيطه جدا جدا. اول حاجه، خليك انت المتحكم، ما تخليش رقم كبير يخدعك، قارن بنفسك وافهم الفروقات بين انواع العائد. تاني حاجه، اعرف هدفك، عايز سيوله شهريه ولا فلوسك تكبر للمستقبل؟ الاجابه دي هي مفتاح كل حاجه. ثالث حاجه، وزع استثماراتك، ما تسجنش كل فلوسك في مكان واحد، وزعها على مدد مختلفه عشان تكسب ايه؟ الامان. رابع حاجه، اهرب من الفخاخ، وخلي بالك كويس جدا من غرامه الكسر والتجديد التلقائي. والاهم من كل ده، ما تنساش تحسب حساب التضخم. قرار شراء شهاده الادخار هو قرار مالي مهم جدا. لما تكون عارف المعلومات دي، انت ما بقتش مجرد عميل في بنك، انت بقيت مستثمر واعي بيعرف ازاي يحمي فلوسه وينميها بذكاء. ودلوقتي دوركم
جه. شاركوني في التعليقات ايه اكتر فخ من اللي اتكلمنا عنهم النهارده كنت ممكن تقع فيه او يمكن وقعت فيه قبل كده. لو عندك اي سؤال عن شهاده معينه اكتبه في الكومنتات وانا هقرا كل الاسئله وارد عليها ان شاء الله. وما تنساش لو الفيديو ده فعلا بجد اضاف لك اي قيمه يا ريت تشاركه مع كل اصحابك لان ده بيفرق معانا وبيتوج مجهودنا، وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه عن فلوسك واستثماراتك اول باول. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي.